ازيكم يا بناتي حلوين؟ عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ النهارده انا جبت لكم فيديو، بس اتمنى منكم تدخلوا في القناه وتشتركوا فيها وتفعلوا الجرس وما تحرموناش من اللايك بتاعكم، عشان اللايك بتاعكم يعلي الفيديو وتشيروا الفيديو. بالله عليكم بالله عليكم ما تحرموناش من دعمكم. الفيديو ده دي مجموعه فيديوهات عندي على القناه من تحت، يعني الفيديو ده عندي على القناه في عادة التدوير. والله العظيم شوية أفكار مش هتندموا لو دخلتوا على الفيديوهات اللي في القناة ديت. والله العظيم والله العظيم ما هتندموا. شوية أفكار هايلة وتحفة، شوية أفكار مفيش بعد كده. في أول الفيديو أنا غيرت الصالون بتاعي، تتخيلوا؟ غيرت الصالون بتاعي أكن صنايعي اللي مغير، والله العظيم أنا اللي عاملاه بإيدي. غيرت الأنتريه اللي هو الصالون كان أخضر، خليته حاجة جديدة وحاجة على المودرن وحاجة تحفة. وكراسي السفرة غيرتها، كراسي السفرة كان الخشب بتاع الظهر بتاعها بايظ، اخترعت لها فكرة جديدة بدال الخشب. المروحة دي بتاعت والدتي كانت مصدية وعايزة ترميها في الزبالة، أنا غيرتها لها. بص خليتها لها عاملة ازاي، تتخيلوا انتوا؟ ده الكرسي كان كده، الصالون بتاعي كان كده بقى كده. تخيلوا انتوا المنظر، انا عاملة كرسيين بالشكل ده وثلاث كرسيات تانيين شكل تاني بني. ده الانتريه بتاع والدتي كان صعب كان صعب كان صعب كان صعب، عايز بجد يترمى في الزباله. ما هنش عليا ارميه جددته لها. بصوا تتخيلوا من المنظر ده للمنظر ده. كل دي فيديوهات على القناه، تتخيلوا؟ بصوا المنظر من المنظر، انا جايبه لكم بس صور. هتدخلوا على القناه في اعاده التدوير من تحت. القناه دلوقتي اكترها طبخ من فوق، لكن تحت فيها افكار والله العظيم ما شفتها على اليوتيوب ولا شفتها في اي حته. افكار من ابداعاتي انا. ويعني ديت عملتها ستاره من الخيط، تتخيلوا؟ ستاره للمطبخ من الخيط. فكرتها جديده وجميله جدا، وانت تقدري تعمليها، تقدري تعمليها بايدك. ماشي؟ يعني كل الافكار اللي في الفيديو دي افكار من دماغي، ما شفتهاش في اي مكان. دي شقه كانت بقالها سنه مقفوله، شكلها كان يرعب. دي شكلها قبل وبعد، برضو ده فيديو على القناه. بصوا المنظر كان عامل ازاي قبل ما تتنضف وكده بعد ما اتنضفت. يعني انت تقدري تبدعي وتحلي. الستات دي ايديها ناعمه ودماغها ناعم. ده جردل البلاستيك كان عندي، غيرته عملته باسكت تشتريه بشيء وشويات. والله العظيم شوفوا الجمال والحلاوه، عملت له كمان ايد، ما كانش دي ايد. تشتريه بشيء وشويات بجرد البلاستيك كان عندك. انتوا تتخيلوا؟ بحته قماشه وجرد البلاستيك كان عندك، عملت منه الباسكت التحفه ده. ده برضو في فيديو. دي ليها فيديو برضو. دي جزامه عملتها من اللهم صل على النبي، السبيته بتاعت الفاكهه. كل ده فيديو، كل دي فيديوهات على القناه. ديت حته سفنجه مع حته قماشه فرو، وعملت منها مفر ضربيه تحفه تتفرش شكلين، يعني ده وش وده وش. تتخيلوا؟ ده برضو فيديو على القناه. كل دي فيديوهات، دوروا في القناة من تحت هتلاقوا أفكار جديدة. دي كوفية أنا عملتها لبنتي برضو في فيديو على القناة، بحتة سفنجة وقماشة فرو. تتخيلوا؟ بصوا الجمال والحلاوة، تشتروها من بره بشيء وشويات. تتخيلوا؟ ده الشفاط بتاع مرات أخويا، شفتوا؟ اتصدمت. غيرته لها، بصي نضفته لها ودهنته لها وظبطته لها بالشباك. بص خليته عامل ازاي. برضو ده فيديو على القناة. شايفين المنظر كان عامل ازاي ودلوقتي المنظر عامل ازاي؟ ادخلوا على القناة ودوروا على الفيديوهات دي هتعجبكم. دي فكره بقى ما خطرتش على بالي العفريت. انا غيرت المواسير الغاز بتاعتي، عملتها بالقشر البيض. والله العظيم بقى لها دلوقتي 3 سنين، ولو عايزين اصورها لكم دلوقتي والله العظيم لسه زي ما هي تحفه. بدل ما تبقى بيضه كده ويجي عليها الدهون وكده، لا دي شكلها زي كسر الالماس. جميله جميله، فكره جديده. برضو هتلاقوا فيديو تاني عامله برضو مغيره مواسير الغاز في شقه تانية بس بالخيط. برضو فكره جديده وحلوه. يعني عن القناة مليانة أفكار، بس حظها قليل، مش عارفة ليه حظها قليل. مفيش تفاعل ليه؟ نفسي أعرف حد يقول لي يا أم محمد أفكارك وحشة، يا أم محمد شغلك مش حلو، يا أم محمد جددي. حد يقول لي، قولوا لي آرائكم، ساعدوني وشيروا لي القناة بجد والله، لأن حلم حياتي بجد إن هي تتشير وتترفع لفوق. أنا حاسة إن هي تستاهل. ديت شقة أخت جوزي، دهنتها لها. ولا ديت؟ لا دي شقة أختي، دي البني ده شقة أختي. كان عامله الدنيا باظت عندها، جبت لها في رمضان علبه بوي، علبه بوي، غيرت لها الدنيا خالص، خلينا لها الصاله والاوضه حاجه جديده. برضو ده فيديو تاني. كل دي فيديوهات. نقي الفيديو اللي يعجبك والحاجه اللي عايزه تعمليها وخشي على الفيديو اللي انت عايزاه. ما بقولكيش خشي على الفيديو اللي يعجبك، دوري عليه وخشي عليه. عندك ده انا شقه اختي وشقه اخو مرات اخت جوزي. ولان انا عندي شقه مدهونه وحلوه، يعني ببدع بقى في
وده اللهم صل على النبي، عملته عند اختي برضو مواسير الغاز بتاعتها، غيرت لها مواسير الغاز بتاعتها. يعني انا بعمل لحبايبي، بعمل ايه في شو ديت خلفيه حته صغيره بين بابين، البابين عند اختي عملته لها برضه. الستاره دي انا عاملاها لمرات اخويا، في شقه مرات اخو، لا يا رب لا، دي في شقتي انا بقول لكم الفيديوهات ديت قديمه. انتوا فاهمين؟ دي ستاير انا عاملاها بايدي من غير ولا اي حاجه، بابره وخيط. تتخيلوا والله العظيم عاملاها بابره وخيط. الستاره دي عاملاها عند اختي على باب المطبخ. الحيطه ديت عند اختي. ده تجديدات لرمضان، عملنا مفارش عاملاها بايدي برضو والله العظيم، وبصبع شمع. عاملاها لرمضان، كنا تجديدات، وعامله تجديدات لرمضان وانوار لرمضان وحاجات كتير قوي، حاجات كتير قوي قوي. ادخلوا بس وشوفوا والله العظيم ما هتندموا. قولوا لي رايكم بس، شجعوني بالله عليكم، انا محتاجه تشجيعكم، محتاجه تشجيعكم، محتاجه ان انتوا تقفوا جنبي. ولو الحاجه وحشه قولوا لي وحشه، انا برضه بالنقد مفيش مشكله. هنا ده النيش انا عامله له المفارش ديت، عملت ايه تجديدات. ولسه في افكار كتير، وعملت خلفيه للحيطه من قشر البيض. تتخيلوا لما تبقى خلفيه للحيطه من قشر البيض، تلاقي الحيطه كده كسر الماس كلها قدامك. كان عندي موبيليا يعني ترابيزه قديمه، عملتها من قشر البيض وبقت لعمه والله. بقى نزلتها على الفيس، بقوا الناس فاكريني ببيعها وكانوا عايزين يشتروها. لان تتخيلوا لما يبقى عندك ترابيزه كده كسر الماس ذهبي، تخيلي انت المنظر بقى. المكتبة، كان عندي مكتبة الأولاد برضو مش حلوة، عملتها بقشر البيض لأن والسبراي، لأن السبراي بيبوظ الخشب. أنا بعمل بقى قشر البيض حاجز منه إنه يبقى كسر ألماس، ومنه يبقى حاجز بين أهي. دي الترابيزة كانت عندي خلاص. بصوا بقى خليتها عاملة إزاي. كان خلاص مهما مسحتيها بتن كده، مهما مسحتيها ومهما نضفتها بتن كده. لا انا غيرتها ودهنتها، خليتها بنفس الشكل اللي انتوا شايفينه اللي هتشوفوه دلوقتي. طب بصوا الجمال، بصوا تحفه، كأنك لسه جايباها من عند الصنايعي، صح ولا انا غلطانه؟ ادخلوا على الفيديو وشوفوه، ادخلوا على الفيديو وشوفوه. دي شغل بنوته صغيره عامله شويه ابداعات، مش شغلي انا بصراحه، عامله شويه ابداعات وعجبتني، حبيت انزلها لها على القناه. عامله لنا فكره دولاب. فكرتها حلوة برضه. بص عاملاها اكنه ايه، اكنه دولاب. خراشي برضه حلو. برضه ده فيديو عندي على القناة. كل دي فيديوهات، كل دي فيديوهات. تتخيلوا بقى فيديوهات قد ايه وافكار قد ايه. والافكار دي مش لاقية النور، نفسها تشوف النور. شوفوا انه فيديو عجبكم وقولوا لي، وعلقوا لي وقولوا لي الفيديو ده حلو، الفيديو ده مش حلو، الفيديو ده اعملي عليه جددي. مستنياكم مستنياكم. دي فكرة تانية برضه هي عاملاها برضه. كل دي افكارها هي بصراحة. بصوا الجمال، بصوا الجمال. حاجة حلوة بصراحة، ممكن تحطي الحاجة اللي انت عايزاها تشيليها فيها وتقفليها بقى. وحاجة انت عاملاها بإيدك. بصوا الجمال.
بجد يا بنات والله افكار كلها حلوه وجميله وهتعجبكم. ادي فكره تانية، كل دي افكار البنوته اللي بقول لكم عليها. ادخلوا على القناه، مش هتندموا، مش هتندموا والله العظيم ما هتندموا. في افكار كتير كتير خالص من حاجات انت كنت هترميها في الزباله، انا عملت منها ابداعات وابتكارات تفيدك. والحاجات دي لو حابين اصورها لكم دلوقتي، لان بصراحه في حاجات كتير على اليوتيوب بتعمليها بتبقى في ساعتها حلوه وفي ثانيه تبوظ، او ثانيه يعني ساعه التصوير بس. لا والله العظيم لو عايزين نصور لكم الحاجات اللي انا عاملاها دي بعدها بسنه وبعدها بسنتين وبعدها بثلاثه، هوريها لكم على الطبيعه دلوقتي، اصور لها لكم فيديو دلوقتي واوريها لكم. يعني انا عايزاكم تعملوا حاجه انتوا تستفادوا بيها دلوقتي وكمان شويه، مش تستفادوا بيها في ساعتها بس.